انا عايز حد بقى يقنعني. انا عايز حد يقنعني ازاي ان المباراه اللي شغاله دي نهائي كاس عرب. اقنعني ده نهائي كاس عرب. قول لي لا لا، اصحى اصحى، ده نهائي كاس عرب ما بين الاردن والمغرب. اقسم بالله ده نهائي كاس اوروبا، ده نهائي دوري ابطال اوروبا، نهائي كاس عالم. اقسم بالله يتصنف كده وما يتصنف غير كده ابدا. تخيل ان دول فريقين عربيين. تخيل ان المغرب بتلعب بالصف الثاني، بتلعب بالمحليين، زي ما احنا كده كنا بنلعب بالمكسحين. واخدين شويه مكسحين رحنا بيهم علشان يحرقوا دمنا، وكانوا مفهمينا اللي دي بطوله، ده كانوا فاهميننا اللي دي بطوله وديه. البطوله اللي خطفت انظار الجميع، البطوله اللي جوائزها 7 مليون دولار، كانوا مفهميننا اللي دي بطوله وديه. انت متخيل؟ انت متخيل العبث اللي احنا فيه؟ البطوله دي بطوله وديه. النهارده بنتفرج على نهائي ما بين فريقين، الاردن والمغرب. الاردن من اول البطوله وهي بتعرفك يعني ايه كوره، يعني ايه روح، يعني ايه قتال، يعني ايه تخاف على التيشيرت بتاع المنتخب بتاعك، يعني ايه تكتيك، يعني ايه تمركز، يعني ايه باص، يعني ايه مهاجم سترايكر، يعني ايه خط وسط، يعني ايه باك رايت، يعني ايه باك ليفت. يعني من اول البطوله المغرب بتلعب بالمحليين. تخيل ان دول بيلعبوا بالمحليين مش صف اول. ده ازيدك من الشعر بيت بقى. الاتنين اللي واقفين على الخط، الاتنين اللي واقفين على الخط مغاربه، جمال سلامي وطارق الكستيوي. الاتنين دولت مغاربه، مدربين مغاربه، مدرب الاردن مغربي ومدرب منتخب المغرب مغربي. المغرب في حته تانية. النهارده المغرب الولد جايب جون عالمي، جون عالمي والله العظيم. الجون ده ياخد جايزه بوشكاش مرتاح، من احلى الاهداف اللي شفتها في حياتي من ساعه ما شجعت كوره. الهدف ده والله ما صدفه، الواد لعبها صح وعارف هو بيعمل ايه. المغرب بتتقدم، الاردن بتتقدم، بتتعادل، الاردن بتتقدم، بعد كده المغرب بتتعادل، وقتال شغال بقى وعيال ايه ده، ايه ده، مكن شغال في ارض الملعب، مكن خايف على التيشيرت اللي هو لابسه. روح، بيلعبوا بروح سواء هنا او هنا. اول مره اكون قاعد بتفرج على ماتش مش عارف مين اللي هيكسب، زي ما بتفرج على الماتشات بتاعت اوروبا كده. انا مش عارف مين اللي هيكسب ومش عايز حد يخسر. يعني انا مش عارف مين اللي هيكسب ومش عايز حد يخسر. حرام، حرام الاتنين يخسروا والله العظيم. البطوله دي تتقسم نص، الكاس ده المفروض يتقسم نصين. كانوا مفهميننا البطوله دي وديه. احنا عاملين خطه يا جماعه ان شاء الله بامر الله، بامر الله يعني. خطه اصلاح الكره المصريه ان شاء الله على 2036 اعلنوا عنها. 2036 هيبقى في كره في مصر ان شاء الله بامر الله. حرقتوا دمنا والله العظيم. انا قرفت من الكره المصريه، قرفت من الكره المصريه. تخيل اللي انت بعد بطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتاخدها المغرب، المغرب هتاخد البطوله دي، وافتكر كلامي، هترجع تتفرج على الدوري المصري تاني. سلام.